النهارده كان يوم حافل في نادي الزمالك. طبعا كل المهتمين بنادي الزمالك بيسألوا مين القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك حاليا، مين المسؤول. فالنهارده وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيان وقالت فيه إيه؟ قالت إن مجلس إدارة نادي الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد لنادي الزمالك. يعني من الآخر وزارة الشباب والرياضة قالت أنا ماليش دعوة، أكوردنج للوائح والقوانين المنظمة لنادي الزمالك أعضاء الجمعية العمومية هم اللي بيقرروا مين اللي هيكون قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لحين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد لنادي الزمالك. طيب أعضاء الجمعية العمومية بتوع نادي الزمالك هل اتفقوا على اسم هو اللي مسؤول عن قائم بعمل رئيس مجلس إدارة الزمالك؟ للأسف أعضاء الجمعية العمومية النهاردة اجتمعوا ولكن ما اتفقوش على من سيكون قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الزمالك، وقالوا نرجع مرة أخرى إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل حسب الملف طبقا للوائح. يعني للأسف أعضاء مجلس إدارة الزمالك ما اتفقوش مين اللي هيكون قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الزمالك. طب إيه المشكلة في كده؟ المشكلة إن أنت حضرتك كل حاجة واقفة، لازم حد يكون قائم بالأعمال عشان يمضي على الورق ويمضي على المرتبات ويمضي على مستحقات اللاعبين ويمضي على كل الإجراءات والدنيا تمشي. عايزين حد يبقى قائم بالأعمال عشان الأمور تمشي. أعضاء مجلس الإدارة ما اتفقوش، كان تم تعيين سليمان وهدان، لكن اعتراض خالد لطيف وجمال عبد الحميد وقالوا احنا في تونس ومش موافقين، وخالد لطيف قال انا اولى برئاسه نادي الزمالك، والدنيا وقفت والنهارده اجتمعوا وما اتفقوش. امال اتفقوا على ايه؟ اتفقوا ان كل عضو من اعضاء نادي الزمالك هيبقى مسؤول عن ملف معين. يعني مثلا عضو مسؤول عن كره الصالات، عضو مسؤول عن كره القدم، عضو مسؤول عن مثلا الناشئين، عضو مسؤول عن وهكذا. كل عضو مسؤول عن ملف معين، لكن اهم حد مسؤول هو القائم بالاعمال عشان يمضي والامور تمشي. كده الامور واقفه في نادي الزمالك، ورجعوا تاني لوزاره الشباب والرياضه. وزاره الشباب والرياضه تبعت تاني للاعضاء ودواخين يلامونا ومفيش حاجه مشيت. يا ريت تتفقوا عشان مصلحه نادي الزمالك. يا اعضاء مجلس نادي الزمالك اتفقوا من اجل مصلحه نادي الزمالك. الموضوع بسيط يعني. من الاخبار المفرحه النهارده بصراحه اللي فرحتني ان فريق نادي الزمالك مواليد 2003 قدر يهزم الاهلي المصري. فين؟ في ملعبه. ايوه بقول لك في ملعبه، في مدينه نصر، 1-0 بهدف نظيف. والنتيجه ديت فريق زمالك 2003 قدر يتاهل لنصف نهائي كاس مصر للشباب. خبر كويس ان الفريق ده قدر يكسب نادي الاهلي. بدات الانتصارات ترجع تاني لكره القدم. نتمنى الكبار كمان يبداوا يفوزوا. عندهم ماتش بيراميدز يوم الجمعه الجايه، وعندهم يوم الثلاث اللي بعده ماتش الترجي. نتمنى الفوز يبدا، يعني الفوز يجيب فوز ان شاء الله. من الاخبار برضو اللي حصلت النهارده ان بعثه نادي الزمالك اللي اتغلبت من الترجي 2-0 في تونس وصلت النهارده القاهره. الحمد لله على السلامه. نتمنى تفوقوا من التوهه اللي انتوا فيها والمتاهه اللي انتوا فيها والغيبوبه اللي انتوا فيها. يا فريق نادي الزمالك فوقوا، يا فريق نادي الزمالك فوقوا، والحمد لله على السلامه. في برضه خبر يعني غريب شويه. النهارده مرتضى منصور رغم ان هو محبوس بقاله 24 ساعه اخذ حكم قضائي لصالح مرتضى منصور. ضد مين؟ ضد محامي النادي الاهلي. قضت محكمه جنح الاقتصاديه بمعاقبه محامي النادي الاهلي شهر وكفاله 5000 جنيه وتغريم مبلغ 40,000 جنيه لاتهامه بسب مرتضى منصور. يعني محامي النادي الاهلي اخذ كمان هو كمان ايه؟ شهر حبس وكفاله 5000 وغرامه 40,000 جنيه لانه شتم مرتضى منصور. ربنا يستر ومحدش يشتم حد تاني يا جماعه. اديك شايفين النتيجه ايه؟ يعني حبس وغرامات وكفالات وموضوع كبير. اخر خبر معانا النهارده ان فريق الهلال السعودي كسب الدحيل القطري 7-0. طب ايه المشكله يعني؟
لا، المشكله ان الدحيل القطري ده بيلعب فيه اللاعب بتاع الزمالك السابق فرجاني ساسي. في الدحيل القطري اتغلب من الهلال السعودي 7-0. يعني بصراحه نتيجه تقيله جدا وصعبه جدا، وربنا يستر على فرقنا جميعا، يعني ان مفيش فريق يغلب بالنتيجه الكبيره قوي دي. شكرا لحضراتكم.